جاهز تبعها. يسعد لي أوقاتكم يا رب، بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. معكم حنين، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو بلشت فيه من الصبح، فجهزت الأكل للبنات مشان المدارس ووصلتهم ورجعت على البيت. وهون حبيت شارككم هيك وجبة فطور كتير صحية وطيبة وسريعة بنفس الوقت. بتعرفوا هيك أيام الدوام بتحسوا الواحد هيك بيمشي حاله أي شي الصبح. هلا هون عندي خبز محمص بيجي جاهز في كل أنواع البذور الصحية من عوجها وكتير طيبين يعني الصراحة. وحطيت عليهم حمص، فيكم تحطوا لبنة، فيكم تحطوا اللي بدكم يعني هذا الشي بيرجع لكم ذوق شخصي، جبنة أي شي. وحطيت عليها افوكادو، وحطيت كمان عليها كيوي مشان هيك يصير مزيج بين الحامض والحلو، هيك بحب انا. وهيك كان فطوري لهذا اليوم. هيك حبيت اعطيكم افكار. هلا كنت بالفترة الماضية بس يروحوا البنات على المدارس بلش شغل، هالمرة العكس، بقعد هيك شوي ريح راسي من غير شر، افطر، اشرب قهوة، اشرب متى او اي شي، واحضر هيك كم حلقة من المسلسلين اللي بحبهم اللي متابعتها يعني، وبلش بعدين نهاري بنشاط. اوف، لا هيدا عشا ملوك تبعها، يعني نشوف اللي جايين لعنا ولا في اي بي. أنا اليوم رح شارك معكم وصفة السبانخ، كتير طيبة وسهلة. وبتعرفوا هيك بالشتوية بتحسوا هاي الأكلات هيك كل شي الأعشاب والهيك كتير طيبة، السبانخ، السلق، وكتير أشياء بتنطبخ فيها، فطاير فيكم تعملوها مع لحمة، فأنا رح أعملها اليوم مع لحمة. وكتير سهلة وبسيطة، وكمان رح تضل هيك معكم لونها أخضر وما بتصفر معكم أبدا أبدا. هلا هون عندي لحمة وعندي بصل وعندي سبانخ. في ناس بتحط لها توم، هذا الشي بيرجع لكم، بس أنا ما بحط لها توم. فرمت السبانخ وبعدين غسلتها، وفي ناس بتغسلها قبل ما تفرمها، هذا الشي بيرجع لكم. هلا هون حطيت شوية سمنة وبقلي اللحمة لحتى تستوي مثل ما انتم بتحمصوا اللحمة بشكل عادي يعني. مجرد ما دابت بحط اللحمة وبنشف ميتها، وبعدين بضيف البصل وبتركها تستوي. وهلا شوفوا الطريقة اللي رح نعمل فيها السبانخ لحتى تضل معكم خضراء. هلا هون عندي التوابل، بس رح احط لها شوية سبع بهارات شي بسيط وفلفلة حمراء. بس بنصحكم تحطوا فلفل اسود، لان حسيت سبع بهارات شوي تغط على طعمة السبانخ، فما بتحتاج برقي سبع بهارات، بتحتاج بس فلفل اسود، فحطوا فلفل اسود كافي. أنا دائما بس أعمل السبانخ بحب حس بطعمتها، إذا حطيت لها توم وكتير أشياء فرح تتغير طعمتها، بتختلف تماما طريقتها حمص عن الفطاير، لأنه بالفطاير أنا ما بحطها على النار أبدا أبدا، وبتستوي وما أحلاها وهيك، وبنضل محافظين على فائدتها. وهي الطريقة اللي عم شارككم إياها كمان رح تضلوا محافظين على الفائدة. حطيتها بالطنجرة من دون أي شي، بس هيك خليتها تنزل ميتها، ومجرد ما نزلت المي ونشفت المي برجع أحطها على مصفاية وبتركها تنزل ميتها على مهلها مثل ما انكم شايفين. هلا هون حسيت خلص نزلت المي، طبعا ما ضفت لها ملح انا ابدا، يعني هي لحالها رح تنزل مي ان ضفتوا ملح، ولا ما ضفتوا الملح رح نزل كمان بالمصفاية لحتى تتصفى منيح. ما بتصفي شي يعني، عرفتوا كيف؟ فانا رح اعمل جنبها فاصولية. هلا انا من الناس اللي بتحب تشكل كتير بالاكل، وبنفس الوقت البنات ما كتير بفضلوا السبانخ، بتعرفوا الاطفال ما كتير بيرغبوا لها، بس حاول قدر الامكان طعم يعني. هون ضفت زيت زيتون، بصل، كترت الثوم. أنا من
بالمناسبة حابة رحب بالمشتركين اللي انضموا جديد للقناة. أنا مبسوطة فيكم كتير، وبتمنى كمان هيك متابعيني اللي عم يشوفوا الفيديو هلأ والناس اللي عم تشوف الفيديو كمان لأول مرة إنه تشترك بالقناة، والناس اللي متابعيني كمان إنه ما ينسوا يحطوا لايك للفيديو لحتى يرتفع الفيديو قدر الإمكان. هلا هون حبيت أعمل جنب الأكل خيار بلبن. حطيت لبن، ضفت له هيك شوية مي شي بسيط وخيار ونعناع يابس، وفيكم تحطوا توم كمان كتير بالبقلة وبس، وحطيتها بالبراد. هلا هون مجرد ما استوت الفاصوليا نص استواء ضفت لها البندورة ومعلقة صغيرة كتير دبس بندورة. وهلا هون يا عزيزاتي شفت عندي هيك شوية حمص وشوية شمندر. قلت يا بنت أحسن ما يضلوا بالبراد وهيك، لأنه نحن ما عم نفطر كتير دايما بالبيت يعني مع بعض، فحبيت هيك أعمل كمان طبق هيك صغير مقبلات جنب الأكل. حطيت الحمص، برشت فوقه شمندر، حسيت حيطلع طيب يعني إنه هيك شمندر مع حمص، يعني تخيلت الطعم إنه يطلع هيك حلو مع مالح طيب. فوالله عن جد كتير طلع طيب وكتير حبيته. يعني الناس اللي ما بتحب الشمندر جربوه بهالطريقة رح تصيروا تحبوه، لأنه تعرفوا انتو الشمندر هيك بيقوي هيك الحديد، باعتبار أنا دائما عندي الحديد منخفض، فلازم هيك اخترع شوية وصفات لحتى الواحد يتقبل ياكل الشمندر والأشياء الصحية التانية هيك اللي بتزيد نسبة الحديد بالجسم، بالذات هون بأوروبا دائما الحديد عنا منخفض. وهيك صارت السفرة جاهزة. يا سلام على ريحة السبانخ مع هيك حامض ناصرلها، ولو كيف ضل لونها أخضر وغير شكل، عن جد كتير طيبة. جربوها بهالطريقة وكتير رح تحبوها، وأهم شي إنه نحنا ما خسرنا السوائل والفائدة اللي موجودة بالسبانخ. فهيك جربوها إن شاء الله تنال إعجابكم. وهي كمان الفاصوليا بزيت كمان كتير طيبة. بندورة أنا أحيانا بحط لها بندورة أحيانا لا، حسب يعني، كل وحدة إلها نكهتها. وهون كمان الشمندر عن جد كتير حبيته الصراحة. بشوفكن إن شاء الله بالفيديوهات الجاي، وتضلوا إن شاء الله بألف خير يا رب. كل الحب حنين.